اهلا بيكم في الحلقه الثالثه من سلسله تعلم الانجليزي من الصفر مع الخواجه. اللي ما يعرفش فده كورس انجليزي مجانا تماما، هتتعلم فيه الانجليزي من الصفر ان شاء الله، ومستواك هيختلف 180 درجه بعد ما نخلص الحلقات. الكورس هيكون مكون من 10 حلقات، مده الحلقه من 10 ل 15 دقيقه، وعايزك تكرر كل حاجه ورايا بالظبط. لو ما كنتش رحت اتفرجت على الحلقات اللي فاتوا فانصحك انك تروح تتفرج عليهم، لانهم هيساعدوك انك تتاسس في الانجليزي، وبعدين تعالى اتفرج على الحلقات بتاعت النهارده. زي ما وعدتكم هنعرف الاول هنتعلم ايه في حلقه النهارده. 1. هنتعلم ايام الاسبوع بالانجليزي. 2. هنتعلم الالوان الاساسيه في الانجليزي. 3. هناخد قاعده جرامر مهمه بنحتاجها في حياتنا اليوميه كل يوم. 4. هنستخدم كل الحاجات اللي اتعلمناها النهارده في جمل اساسيه مهمه هنحتاجها في حياتنا اليوميه كل يوم. 5. هناخد امتحان عملي عشان ناكد ان كل المعلومات بتاعت حلقه النهارده دخلت في عقلنا وعرفنا ان احنا نستخدمها صح. يلا بينا نبتدي حلقه النهارده. ايام الاسبوع بالانجليزي، ازاي ننطقهم وازاي نستخدمهم. لازم تبقى عارف برضو ان اي يوم من ايام الاسبوع لما بحطه في جمله لازم ابتديه بكابيتال لتر، يعني حرف كبير. Saturday Saturday Saturday. تقدر تقولها Saturday. في الامريكان اكسنت ممكن نقول Saturday Saturday. Sunday Sunday Sunday. Monday Monday Monday. Tuesday Tuesday Tuesday. Wednesday Wednesday Wednesday. Thursday Thursday Thursday. Friday Friday Friday. Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday. خلينا بقى متفقين ان ايام العمل في الاسبوع بيتقال عليهم weekdays. يعني مثلا في مصر احنا بناخد الاجازه بتاعتنا الجمعه والسبت Friday وSaturday، فبقيت ايام الاسبوع اللي هم Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday بيتقال عليهم weekdays weekdays weekdays. انما ايام العطله اللي هم بيكونوا الجمعه والسبت بيتقال عليهم weekend weekend weekend. ولازم تبقى عارف ان ده مش ثابت، لان الويك اند والويك دايز بيختلف على حسب الدوله اللي انت عايش فيها. تعالوا بقى ناخد شويه جمل هنستخدم فيهم ايام الاسبوع. Today is Monday. Today is Monday. وما تقولش today. Today Today is Monday. I go to school on Tuesday. I go to school on Tuesday. وأيام الأسبوع بتاخد on Tuesday. My favorite day is Friday. My favorite day is Friday. My favorite day is Friday. What is your favorite day? هستنى تكتبولي في الكومنت what is your favorite day. يلا بقى بينا ندخل على الجزء الثاني، وهو الألوان. أهم الألوان الأساسية في الإنجليزي، إزاي ننطقهم وإزاي نستخدمهم. red red. ومش بقول red red. قول ورايا red red. blue. مش بقول blue blue blue. yellow yellow yellow. مش بقول yellow yellow. green. ومش بقول green 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 green. black black. ومش بقول black black. عظم ال L. black. white white. وممكن اقول white، يعني تحس ان في stop
في الاخر مكان التي، تقدر تقول white بالامريكان اكسنت، وتقدر تقول white عادي جدا خالص، ما فيش اي مشاكل. تقدر تقول white او white. orange orange، مش بقول orange. orange orange. pink pink، وعلمتكم الفرق بين ال P وال B. pink، ما تقولش pink. pink. gray gray gray. brown brown brown. حاجة مهمة بقى لازم تحطها في دماغك، ان لما بنحب نوصف حاجة بلون معين بنقول اللون الاول وبعدين بنقول اسم الحاجة. يعني مثلا ممكن اقول black t-shirt black t-shirt. red apple red apple. green tree green tree. تعالوا ناخد جمل للألوان. my car is red my car is red. she has a blue dress she has a blue dress. the cat is black the cat is black. يلا بقى ندخل على الجزء الثالث من الحلقة، وزي ما قلنا هنتعلم قاعدة جرامر مهمة جدا معانا النهاردة. حاجة مهمة جدا بس ناس كتير قوي بتتلخبط فيها، والنهاردة هنتعلم الفرق وازاي تستخدمهم هما الاثنين. امتى نستخدم an وامتى نستخدم a قبل كل كلمة. لو لقيت الكلمة بتبتدي بأي صوت من الأصوات دي اللي هما ال A ال E ال I ال O اليو، بنستخدم قبليهم an. اي صوت تاني في الانجليزي بنستخدم a. تاني بكل بساطة، لو لقيت الكلمة بتبتدي بأي صوت من الأصوات دي A I O E U، هنحط قبليها an. لو لقيت أي صوت تاني هنحط قبليها A. تعالوا ناخد مع بعض مثال. apple apple، فلازم أقول an apple an apple. I، ده صوت ال I، يعني كلمة I لكن ده صوت ال I، فبقول an I. بس مثلا كلمة car ده مش صوت من الأصوات اللي احنا اتفقنا عليهم، فبنقول a car. phone مثلا ممكن أقول a phone. بس خد بالك بقى ان احنا لازم نركز في الصوت مش الحرف المكتوب. الصوت مش الحرف المكتوب، ركز، مهم جدا الموضوع ده. يعني مثلا لو بصينا على كلمة university بتبتدي بحرف اليو بس الصوت مش a e i o u، فتتقال a university. بس مثلا لو بصينا على كلمة hour hour اللي هي ساعة بحط قبليها an، فبقول an hour. فلازم تركز في الصوت مش الحرف. قبل ما نكمل الحلقة عايز اطلب منك طلب بسيط. لو عجبك سلسلة الفيديوهات دي ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير، وحاول توصل الفيديو لأكبر عدد من الناس. وصلوا الفيديو ده على الأقل 5000 لايك. يلا بينا نكمل. يلا بقى ناخد الامتحان بتاعنا اللي احنا قلنا عليه عشان نتأكد من المعلومات اللي احنا خدناها النهارده. تفتكروا ايه هو يوم الأربع بالإنجليزي؟ يا ترى هو Monday Thursday Wednesday. برافو عليكم. يا ترى احمر بالانجليزي يعني ايه؟ green blue ولا red؟ يا ترى المفروض نستخدم ايه هنا قبل apple؟ an ولا an apple. يا ترى اي واحدة من الكلمات اللي جاية دول مش لون؟ black banana pink. ايه اليوم اللي بيجي بعد Saturday؟ Monday Sunday Friday. يا ترى ازاي اكتب بنفسجي بالانجليزي؟ الاجابه هي purple. برافو عليكم.
كلمة cat يا ترى بنستخدم قبليها an ولا a؟ What color is the sky? Blue, green ولا yellow؟ كده زي ما قلنا النهارده اتعلمنا ايام الاسبوع بالانجليزي، الالوان المهمه بالانجليزي، قاعده جرامر المفروض ان احنا نبقى عارفينها ونستخدمها ازاي صح، وتمارين عمليه عشان نثبت المعلومات اللي خدناها. ما تنسوش تدعموا الفيديو ده، وان شاء الله الحلقه الجايه الرابعه هنتعلم معلومات جديده في كورس انجليزي مع الخواجه من الصفر. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.